حكاية معايا حكايتي انه انا زوجة متزوجة من راجل غني غني جدا وناجح ناجح جدا، بس خني وانا قررت اخد حقي منه، وزي ما عمل فيا هعمل فيه، لكن هعمل فيه او هاخد حقي منه بطريقتي. انا ام ل3 اولاد. سنين العمر بطلت اعدها من كترها معاه. كنت بحبه وبخاف عليه وواقفة جنبه. أنا اللي بربي الولاد في البيت، وهو اللي بره البيت بيجيب الفلوس وبيشتغل علشان يكفينا ويكفي نفسه ونعرف نواكب الحياة. لحد اليوم اللي جات لي فيه تليفون من واحدة أنا أعرفها بس أعرفها من بعيد، مش صاحبة مقربة. بتقولي جوزك بيخونك، جوزك بيعرف عليكي فلانة الفلانية. طبعا دي ست وهتفهميني. عيطت وانهارت وكسرت الدنيا، لكن تمالكت اعصابي في اخر لحظه وقررت ان انا مش هواجهه لحد ما اتاكد. راقبته ودورت وراه وفتحت تليفونه واتاكدت ان هو فعلا بيخوني مع فلانه الفلانيه. هنا بقى رضوى قررت ان انا هاخد حقي منه تالت ومتلت، بس قبل ما اخد حقي منه واطلب الطلاق وامشي هخليه يندم عليا. ولان انا قلت لك في بدايه الرساله ان انا جوزي غني وزي ما بيقولوا بالبلدي مقتدر، فقررت ان انا اقول له ان انا محتاجه شويه فلوس علشان اروح اعمل شوبينج، اروح اتسوق واقعد عند اختي كام شهر في بلد عربي شقيق، لان خلاص الولاد كبروا وما بقوش محتاجيني. ولانه طبعا عايز يعيش شهر عسل جديد مع الست هانم بتاعته، ووافق على الفور. بالعكس اداني كمان فلوس اكتر من الفلوس اللي انا طلبتها منه، علشان يعني يخليني اقعد بعيد عنه اكبر واطول فتره ممكنه. على قد ما ده جرحني، بس ساعدني اكتر ان انا اقول ان انا ماشيه صح. رحت عملت عمليه تجميل في جسمي كله، بيقولوا عليها الشفط والنحت والتظبيط، وتحولت الى بني ادم جديد. وسافرت بالفعل عند اختي في بلد عربي تاني عشان لما يتصل بيا يعرف ان انا ما كذبتش عليه. طول فتره اللي بيسموها العلاج او الفتره اللي بتبقى بعد العمليات اللي الست بتفش فيها وتظبط الدنيا، قعدتها عند اختي. كل يومين 3 بيجي لي تليفون: جوزك سهران مع فلانه الفلانيه في الحته الفلانيه، جوزك متجوز عرفي فلانه الفلانيه. لا مش متجوزها عرفي، ده مصاحبها بس. لا متجوزها عرفي ولا مصاحبها، ده متجوزها رسمي. كل يوم سكينه بتتدب في قلبي، وكل ما تتدب في قلبي سكينه افكر في التغيير الاكتر الزياده. بعد شهر وشويه ابتدى يكلمني يقول لي: غبتي بقالك شهر شويه ولا سايبه عيالك وسايبه بيتك وسايبه جوزك، كده ما يصحش. رجعت مصر او رجعت البيت، وابتدى يشوف ان انا لابسه حاجات معينه علشان العمليه. ابتدى يسالني، فانا قلت له: بصراحه حبيبي انا كنت عاملاها لك مفاجاه، انا قررت اعمل عمليه تجميل علشان خاطر اسعدك وابسطك، وده اول قرار. تاني قرار في حياتي هو انا قررت ان انا اشتغل، لان انا كنت ست بيت قاعده في البيت ما بشتغلش. صار وزعق وما يصحش وما ينفعش، والناس تقول عليا ايه ان انا بشغل مراتي. لكن في الاخر طبعا بعد ضغط وافق، علشان هو عايزني برضو يا رضوى انشغل اكتر عشان هو يلاقي وقت مع الست هانم التانية. غيرت لون شعري، غيرت طريقة كلامي، ابتديت وانا قاعدة جنبه اسرح، ابتديت اتلخبط في اسمه مع انه اسمه ده محفور جوه قلبي. ابتدى شكل جسمي يتغير، ابتديت ابقى انسان جديد، بني ادم جديد، مش الست اللي هو متجوزها ومش ست هو اللي بيعرفها. بطلت اساله رايح فين وجاي منين وبتعمل ايه، وقت ما يجي وقت ما يروح ما يروح، حتى لو بايت بره ما بسالوش كنت فين وبتعمل ايه. ابتدى يستغربني، ابتدى يسال: هو انت ما بقيتيش بتحبيني؟ هو انت ما بقيتيش مهتميه بيا؟ انت ما بقيتيش تساليني انا كنت فين؟ انا عندي اجتماعات كتير، انا عندي شغل كتير، وانا ما بسالوش وبقول له مش عايز اعرف. شهر جاب شهر وشهر ورا شهر بقيت ست حلوه وبقيت ست جميله، والحمد لله نجحت في شغلي رغم المده القصيره. وابتدى يسيبها ويبعد عنها ويرجع لي تاني، لحد ما في يوم قال لي ان هو بيحبني وان هو مش قادر يستغنى عني وانه انا اتغيرت معاه. وانا هنا قررت ان انا هواجهه بالحقيقه وهقول له ان انا عرفت ان هو بيخوني وبيخوني مع فلانه الفلانيه، باسماء المطاعم اللي كانوا بيتعشوا ويتغدوا فيها، بالمكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه، بالرسائل اللي انا شفتها، بالتوقيتات، بكل المعلومات اللي موجوده عني عندي. واجهته
نهار وعيط، وط على رجلي بسها، وطلب مني السماح، وقال لي هطلقها، وفعلا طلقها رضا. ولما طلقها حسيت بانتصار رهيب، انتصار ست على ست. لكن انا دلوقتي في موقف ان انا اتغيرت، شكلي اتبدل، نجحت في شغلي، انتصرت على الست اللي كانت عايزه تاخد جوزي مني، وقفت على ارض صلبه، وجوزي رجع لي تاني. بس هل يا ترى اكمل معاه؟ هل يستاهل ان انا اكمل معاه واقول ان انا ست عاقله واعمل نفسي مش شايفه ومش سامعه وهي نزوه وازمه منتصف العمر؟ ولا انا كده خدت حقي تالت ومتلت وامشي وابدا من جديد؟ انا سمعت الناس قصتك عشان صعب قوي ان واحده ست تعرف تيجي على اعصابها وتيجي على نفسها عدد الشهور دي كلها من غير ما تواجه الراجل اللي معاها، الراجل اللي خاينها. وبتخرج تشوف الناس وهي عارفه ان انا عارفه ان جوزي بيخوني مع واحده تانية، والناس عارفين وشايفين وسامعين، وانا بخرج واحط عيني في عين الناس. دي حاجه صعبه جدا. لكن انا ما عنديش راي، انا ما عنديش حل. لا عارفه اقول لك امشي، لا تكون فعلا ازمه منتصف العمر، ولا يكون المره الاولى والاخيره وابقى بخرب عليكي بيتك، ولا عارفه اقول لك كملي، عشان الراجل الخاين ده راجل ملوش امان، واللي يعمل حاجه يعملها 10 مره، يعملها 10. لكن الناس سمعت قصتك معايا، ويمكن النهارده لما نحطها على السوشيال ميديا وانتي تخشي تبصي وتشوفي القصه بتاعتك، تشوفي اراء الناس ايه. انا مش هعرف اقول لك امشي، ولا هعرف اقول لك كملي. صعب قوي انه يكون رجع وندم وعيط وبكى، وبعدين نقول يلا مع السلامه، انا مش هديك فرصه تانية، خصوصا لو كانت اول مره. لكن انا كمان ما اقدرش اكمل مع حد خاني، حد شافني نص واحده، نص بني ادم. واشوف ان الخيانه دي او الراجل الخاين ده بيبقى ابشع الرجال. يعني بشوف ان طبع الخيانه ده اوحش من البخل، واوحش من التلفظ بكلمه مش كويسه او مد الايد. تخيلوا بقى، لانه الراجل لو قال لفظ مش كويس او قام ضرب او كذا او بتاع او مش عارفه ايه، هو بتبقى وليد اللحظه، اللفظ وليد اللحظه، الحاجه كل حاجه وليده اللحظه. لكن البخل ده تخطيط، في تخطيط، في غدر، في كذب، في تفكير، في عارف ان انا بقلم اللي قدامي. فانا مش انا مش عارفه، انا مش عارفه. انا بعتذر. مش وحش ان احنا نطلع على الهوا نقول ان احنا مش عارفين، بس انا قلت هسمع الناس القصه بتاعتك. كل انا هنصحك بيه انك تصلي استخاره وتسالي ربك اللي خلقك، اكيد هيكون عنده اجابه اكتر من رضوى الشربيني واكتر من الكل. اسفه جدا على القصه دي، بس القصه دي عجبتني، الحكايه دي عجبتني. حكايه واحده ست عرفت تبص في عينين الناس وهي عارفه ان جوزها بيخونها عادي، وعرفت تغير من نفسها عادي، وعرفت يبقى عندها ثبات انفعالي رهيب. شابوه، برافو.